اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده جايبه لنا ايه يا اميره؟ النهارده جايبه لكم طريقه بسكوتات حلوه قوي يا جماعه. اهي هي طالعه ترند وناس كتير عملوها، بس طبعا لكل شيف طريقته. تمام. اللهم بارك. بسكوته تحفه. بسكوت الزبده معانا النهارده مش هنتعب خالص. بصوا، احنا هنحط كل حاجه فوق بعضها كده، مش هنتعب خالص ومش هياخد مننا وقت خالص. 10 دقايق كنت عاملاه ومجهزاه. وزي ما قلت لكم اليومين دول يومين امتحانات، بنعمل الوصفه ونجري من المطبخ، نجري على الولاد وعلى المذاكره. فمش هطول عليكم ومش مش هكتر الكلام كتير، وهنخش على وصفتنا ونخش على مقاديرنا ونسمي بالله ونصلي على رسول الله. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. وقبل ما نخش على الفيديو، عايزه اوريكم البسكوته بتاعتي قد ايه هشه، وقد ايه سواها مظبوط جدا، وقد ايه هي مقرمشه. بسكوته حلوه قوي يا جماعه، الريحه خطيره وبتدوب كده في البق وجميله جدا. ما اقولكوش بقى على طعمها. يلا بينا نخش على الفيديو، نخش على مقاديرنا. يلا بينا. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي، ونقول بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يلا بينا ننزل بمكوناتنا. في أول حاجة هننزل بيها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل ب 500 جرام من الزبدة. تمام. الزبدة بدرجة حرارة المطبخ عندي. تمام كده. هنزل في قلب العجان، ولو مفيش عجان، مش متوفر عندك عجان، ممكن تعملي بالمضرب الكهربائي، مفيش اي مشكلة خالص. هو الموضوع عندنا سلس وسهل، مش هياخد مننا وقت خالص. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله، وننزل كده بالمضرب بتاعنا. نضرب الزبدة بتاعتنا الاول حبة محترمين، وبعد كده هنبدأ ننزل ببقية المكونات. يلا بينا نسمي بالله. يلا حبايب قلبي كده الزبدة بتاعتي اتضربت حبة محترمين اهو. هبدأ ان انا انزل بالسكر البودرة. عندي 250 جرام من السكر البودرة، يبقى انا عندي هنا 500 جرام من الزبدة. اي نوع زبدة انت تفضليه هنزل عليهم كده على طول ب 250 جرام من السكر البودرة. ولازم يكون سكر بودرة، ما ينفعش يكون سكر عادي يا جماعة، هيغلبك وهيبقى عامل حبيبات كده في الوصفة بتاعتنا، فلازم يكون سكر بودرة. تمام. يلا بينا نضربهم نمزجهم كده مع بعض. بسم الله. كده بدأ يلم السكر والزبدة معايا اهو. هبدأ ان انا اجيب اهم حاجة عندي يكون في ايدي سباتيولا كده بالشكل ده كده يا جماعة. بصوا اهو. وهبدأ علشان كل حاجة في الطرف هبدأ ان انا المها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اهم حاجة الخطوة دي يا جماعة، عشان ما يبقاش في تكتلات من الزبدة او تكتلات من السكر او اي حاجة. تمام كده اهو. هننزل كل المكونات بتاعتي ونضرب ضرب جيد جدا قبل ما ننزل بالمكون اللي بعده. اوعي تستعجلي في اي خطوة من الخطوات اللي احنا شغالين بيها دي. لو استعجلتي هتبقى عندك تكتلات من السكر او تكتلات من الزبدة او الكلام ده كله، فاحنا مش عايزين الغلطات دي عشان البسكوت بتاعنا يطلع حلو كده وسلس ومقرمش كده ويطلع حلو، فما يبقاش في التكتلات ولا يبقى في اي حاجة، فنمشي على الخطوات مظبوط. تمام. يلا نضرب كمان ضربتين ثلاثة كده. كده ضربنا كل المكونات والسكر والزبدة دابوا مع بعض وبقوا زي الفل اهمت. يلا بقى بينا ننزل بالمكون الثالث. ومعايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة طبعا، او درجة حرارة المطبخ طبعا. كل حاجة شغالين بيها بدرجة حرارة المطبخ. تمام. عشان ما يبقاش في حاجة خارجة من التلاجة ساقعة ونشتغل بيها فالوصفة تبوظ ونقول احنا اللي بوظناها. تمام. هبدأ انزل ببيضة بيضة، وكل بيضة هنزل بيها هنزل بكيس من الفانيليا. تمام. الوصفة دي مفيش فيها بيكنج باودر ولا فيها اي حاجة. تمام كده. يعني انا مش هحط بيكنج باودر ولا احط اي حاجة، ومش هنزل بالبيضة التانية غير لما البيضة دي تختفي تماما. تمام كده. كده يا حبايب قلبي البيضة الاولانية اختفت، هننزل بالبيضة التانية. بسم الله. وننزل بكيس الفانيليا التاني برضو.
بسم الله، ونبدأ نضرب ونفس الخطوات لغاية لما نخلص ال3 بيضات يكونوا عندي امتزجوا تماما يا جماعة. لازم البيض يمتزج تماما. وبعد كده انزل باللي بعده. كده حبايب قلبي انا خلصت ال3 بيضات، وال3 بيضات اختفوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. اختفوا تماما بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لازم يكونوا دابوا ومش موجودين خالص. تمام كده. هبدأ ان انا هنزل 750 جرام من الدقيق على المكونات بتاعتي دي. يبقى المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 500 جرام من الزبدة، 250 جرام من السكر البودر، ولازم يكون بودر يا جماعة. اطحنيه عندك في المطحنة لو عندك سكر، او في اكياس سكر بتتباع مطحونة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تمام. عندي 3 بيضات، هننزل ببيضة بيضة، ومع كل بيضة كيس من الفانيليا. عندي هنا بقى 750 جرام من الدقيق. تمام. هنزل بيهم تدريجيا كده. ليه تدريجيا؟ عشان ما يعفرليش المطبخ. مش عشان حاجة تانية. شايفين طبعا السكر لما نزلنا بيه عمل ايه، صح؟ فايه، حاولي انت تخلطيه كده علشان لما تيجي تحطي. هو طبعا انا نسيت احط الغطا بتاع العجان، بس مفيش مشكلة خالص اهو. وهنبدأ ان احنا نضرب، هيلم مع بعض وهننزل تدريجيا. وخلي بالكم انا مش عايزاه يتعجن كتير، ومجرد ما يتلم في الدقيق خلاص الموضوع انتهى، هنفصل عليه. تمام كده. ما تضربيش كتير، هي لفة واحدة كده، وانزلي ببقية المكونات عشان بس ايه ما يبهدلكيش الدنيا. يلا يا جماعة انا نزلت ببقية الدقيق بتاعي اهو. ما تضربيش كتير، هما يا دوب بس ايه الدقيق بتاعي يتلم كده ويبقى كده خلاص. تمام. بس انا مش عايزه اكتر من كده. الدقيق بتاعي اتلم عندي اهو اهو، زي ما احنا شايفين كده. هنطلع من العجان اهو، شايفين اهو. ولازم يكون كده يا جماعه بالقوام ده، بحيث ان هو يمشي في شايفين ما بيلزقش في ايدي ولا حاجه خالص اهو. بحيث ان هو يمشي معايا في الكيس الحلواني. انا مش هشتغل بمكنه، انا هشتغل بكيس حلواني، لان البسكوت ده النوع الزجزاج ده ما ينفعش بمكنه. هو لازم يبقى بكيس حلواني كده، يبقى على السريع كده. تمام. فلازم ان هو يبقى طري معايا كده بالشكل ده كده، عشان نقدر ان احنا نشكله بكيس الحلواني معايا. تمام كده. يلا بينا نشكل مع بعض ونشوف هنشكله ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، يلا بينا نشكل البسكوت بتاعنا. بصوا دي اللي انا بشتغل بيها اهو. هشتغل بيها البسكوت بتاعي في القمع. عايزه تشتغلي بقمع بقى قماش، عايزه تشتغلي بقمع بتبقى ساده من الناحيه دي كده، وبتبقى مشرشره كده من الناحيه دي. انا طبعا بحب القمع القماش قوي. تمام. بيبقى عندي كده وبغسله بعقمه وبعينه. يعني كلهم كده عندي انا بظبطهم كده وبعقمهم وبعينهم وبحبهم جدا عن اللي هو البلاستيك. ليه بقى؟ لان البلاستيك ده احيانا بيتقطع مني والكلام ده كله وانا شغاله. تمام كده. هبدا ان انا اجيب كده اهو، وهبدا ان انا احط في الكيس بتاعي على قد ما اقدر اهو، على قد الشغل اهو. وطبعا هنعمل شويه شوكولاته وهنعمل شويه فانيليا. طب هنعمل الشوكولاته ازاي؟ هقول لكم بعد ما نخلص الكميه اللي احنا هنعمل بيها الفانيليا. هنبدا ان احنا نحط معلقه من الكاكاو الخام على الحته اللي احنا هنشتغل بيها، وبعد كده هنشتغل بيها عادي، هي زبده وهتبقى تمام. يلا بينا نشكل مع بعض ونشوف هيطلع شكله ايه اهو. وده شكل البسكوت بتاعي. الله 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 الله، شايفين اهو؟ ولا احسن ولا اروع من كده. وطبعا يا جماعه البسكوت بتاعي مفيش فيه فانيليا ولا اي حاجه خالص، وهيطلع هش معايا ومنفوش ويبقى زي الفل. تمام اهو.
زي ما احنا شايفين كده اهو. اجيب لكم الصاج اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وهنعمل الشوكولاته بنفس الشكل. هشكل بقى مع نفسي علشان طبعا مش هينفع ان انا اعمل الكميه كلها قدام الكاميرا، فهياخد وقت طويل معايا. انا وصلت لك الفكره، وهنبدا ان احنا هعمل نصه كمان معاكم تمام لما ابدا احط الشوكولاته. بصوا حبايب قلبي، انا فاض معايا القطعه دي كده، هي بس دي اللي انا هستكفى بيها، هعمل بيها اللي بالشوكولاته تمام. انا عملت الجزء التاني كله بالكريمه، قصدي بالفانيليا. هعمل بقى ايه بالشوكولاته؟ هعمل ايه؟ هاخد معلقه من الكاكاو الخام، معلقه واحده بس تمام كده. وهبدا ان انا اخلط كل الكلام ده معايا، هتبقى بالشوكولاته. وهبدا ان انا اشكلها زي ما شكلنا البسكوت في البدايه تمام. هقلبها واحطها في القمع واوريها لكم. بصوا حبايبي الحلوين، انا كده خلصت. عملت اللي بالشوكولاته كده، ومعايا جزء بالفانيليا اهو زي ما احنا شايفين كده، والصاج التاني اهو. وبنتي كانت قاعده بتعمل معايا، سابت الفلوس على الصاج، مفيش اي مشكله خالص تمام. انا كده خلصت الصاج الاولاني وخلصت الصاج التاني. وعلى فكره الصاجان دي كبيره جدا يا جماعه، يعني انا مش عارفه هي مقاسها كام بصراحه، هي مقاسها كبير جدا. مش فاكرين الصاج اللي كنا بنعمل فيه زمان ونوديه الفرن ونسوي الكحك والبسكوت والحاجات دي؟ يمكن قده او اكبر كمان، فيعني مطلع معانا كميه محترمه جدا. فانا شكلت كده زي ما احنا شايفين كده، قسم شوكولاته وقسم فانيليا زي ما احنا شايفين. ويلا بينا ندخل الفرن على رف وسطاني درجه حراره 160، مسبق تسخين 15 دقيقة، وإن شاء الله يكون البسكوت بتاعنا جاهز معانا وزي الفل. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف هنسويه ازاي. كده حبايب قلبي انا كده طلعت البسكوت بتاعي من الفرن، بس لسه سخن جامد جدا على فكرة. اللي تحت هو اللي طالع الاول اهو، برد شوية. بصوا شايفين التسوية؟ شايفين؟ تحفة تحفة يا جماعة. بصوا يا جماعة، بصوا التسوية، بصوا اللهم بارك ذهبي. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا تحفة تحفة. بصوا ما شاء الله اهو. شايفين؟ دايب دوب، دايب بيقرمش وحلو جدا يا جماعة. شايفين اهي بسكوتة تحفة تحفة بجد بجد. من اجمل انواع البسكوت اللي ممكن تعمليها، ومش هتاخد معاكي 10 دقايق عمايل باذنك انت يا رب. ان شاء الله مش هتاخد معاكي 10 دقايق عمايل زي ما احنا اشتغلنا كده. بصوا يعني بس عشان اللي بالشوكولاته ده لسه سخن، فلسه ايه مش عارفه ان انا اوريهولكم. فشايفين دي مشبعه كده شكلها حلو قوي. اول لما انا حطيت في القمع بتاعي الشوكولاته كان في باقي شويه كده، فعملوا الشكل ده، طلع شكله حلو قوي بجد. الكام بسكوته دول طالعين شكلهم حلو جدا. بسكوت ريحته ماليه البيت، مخليه البيت ريحته خرافه، حلو جدا يا جماعه. وانا خدت كده واحده من تحت كلتها كده وهي دافيه، بجد بجد سكره مظبوط، بسكوته مظبوطه، نقشتها مظبوطه جدا. شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ اه تحفه. يا ريت تجربوه يا جماعه، يا ريت تجربوه. يلا بينا لما يبرد كده نشوف هنقدمه ازاي. يلا حبايب قلبي بقى ايه، نبدا ان احنا نرص البسكوت بتاعنا بالطريقه دي كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جيب اي طبق عندك ولا اي حاجه انت حابه ان انت ترصي فيها البسكوتات بتاعتك. هنبدا ان احنا نرص مع بعض كده اهو. طبعا اللي برد بس هو اللي انت هترصيه لو. يلا حبايبي بقى ايه، نحط البسكوت بتاعنا كده نقدمه كده مع بعض تمام. ما شاء الله عامل معانا كميه محترمه يا جماعه. 750 جرام من الدقيق او كيلو الا ربع يعني من الدقيق، متعدد الاستخدامات تمام اهو. وبكده حبايبي الحلوين، يا رب اكون اسعدتكم وفدتكم في الفيديو بتاعي النهارده، ويكون دمه خفيف كده ويكون خفيف على القلب. وكميه البسكوت بتاعتي اللي خرجت معايا النهارده اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، من 750 جرام دقيق طلعنا العظمه التحفه اللي احنا شايفينها دي. طبعا كميه محترمه جدا
يعني لو وزنتها ممكن تطلع 2 كيلو وزيادة من البسكوت. شوفي بقى لو انت بتشتريها النهاردة البسكوتة دي، لو انت بتجيبيها من بره هتعمل معاكي كام؟ لو انت بتشتريها بالكيلو هتبقى عاملة الكيلو فيها بكام؟ شوف النهارده اقل حاجه لما بنخش اي مخبز او اي حلواني او اي حاجه نجيب حاجه شبه كده، شوفي يقولك الكيلو بكام، يعني اقل شيء يقولك 100 وشويه. فشوفي انت كلفتي قد ايه على الكميه دي. فاكيد طبعا مليون في المية انت موفره كتير جدا في البيت، غير النظافه، غير الجوده، غير ان انت بتعملي بايدك وضامنه انت بتعملي ايه. وحاجات كتير جدا بقى كلنا عارفينها. يا رب اكون اسعدتكم وفدتكم. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله يا حبايب قلبي.